ايه هي اصلا السوشيال ميديا استراتيجي؟ السوشيال ميديا استراتيجي هي البلان او الخطه اللي البراند بتاعي هيكون موجود بيها على السوشيال ميديا بلاتفورم، اللي هي مكونه من ايه؟ اللي هي مكونه من التارجت اودينس بتاعي، مكونه من ان انا هقول لهم ايه، انا داخل اصلا اعمل ايه على البلاتفورم دي، شكلي هيبقى عامل ازاي. كل نقطه من دول ليها سب ايتمز ثانيه. او بشكل عام السوشيال ميديا استراتيجي هي انت هتعمل ايه على السوشيال ميديا، داخل فين، هتعمل ايه، والمين. طيب قبل ما اقول ان انت لازم تستخدم السوشيال ميديا، مهم الاول اقول لك هو ان دايما بيبقى في جاب ما بين الشخص اللي بيقدم السيرفيس وبين الجمهور او التارجت اودينس بتاعه. دايما بيبقى في جاب بينهم. التارجت اودينس ما يعرفش كتير عن البراند، في نفس الوقت البراند ما يعرفش كتير عن التارجت اودينس، او هو اللي هو عارفه في النطاق اللي هو محتاجه بس، او اللي هو معتقد ان هو محتاجه. اول حاجه ممكن تستفيدها من السوشيال ميديا هي ان انت هتخلي البراند بتاعك او الحاجه اللي انت بتبيعها تتعرض اكتر على الناس، مره على مره بتبدا تبقى معروف اكتر، بتبدا التارجت اودينس بتاعك يبقى عارفك اكتر وبشكل اوسع. تشتغل على البراند لويالتي بتاعت الكاستمر بتاعي او الكونسيومر نفسه يبقى لويال للبراند بتاعي، هو مش مجرد ان هو بس بيشتري الحاجه بتاعتي خلاص كده كيس بينا انتهت، لا هو بيفضل مكمل معاك. اغلب الكونسيومرز او الناس اللي بتشتري سيرفيس ما هو لازم دايما يخش يبص عليه على السوشيال ميديا، او ده بقى بيهيفير جديد ظهر ان هو بيخش لا انا عايز اشوف هو بيعمل ايه على السوشيال ميديا وعايز اشوف هو موجود ولا لا، فبيخش ويبدا يعمل له فولو. مع الوقت وبعد الفولو لما بيبدا يبص على البراند ويبدا يشوف هو بيتكلم ازاي، بيبدا يتعلق بيه وبيبدا يبقى في ريليشن شيب اكتر او علاقه ما بينه وبين البراند اكتر من ان هو مجرد بس يستخدم السيرفيس بتاعتي او ان هو اشترى التيشيرت بتاعي. كاستمر سيرفيس او سي اس، فكره ان انا مش كل التشانلز وان واي، التشانلز كلها بتبقى رايح جاي. بمعنى ان هو انت مثلا لو على الفيسبوك فانت انا ممكن اقول لك حاجه على بوست وانت تقدر تكومنت عليها وتقدر تقول لي حاجه. وجود كيس او ان حد بيشتكي من المنتج بتاعي لازم يكون عندي البلان ازاي احل بيها المشكله دي، او ازاي اخد الكيس من الكاستمر او من الكونسيومر وابدا اتعامل فيها واحلها. ده برده من ضمن الحاجات اللي تخلي لا الكلاينت يبدا يقول لا انا فعلا الناس دي مش مجرد ان هي عايزه تبيع لي وخلاص. تعالى بقى ناخد برسبكتيف تاني او ناخد وجهه نظر تانيه غير الشخص اللي بيشتكي، الشخص اللي شايف شكوى. لان انت في ظل ان انت موجود على السوشيال ميديا مفيش حاجه بتفضل مختفيه. ففكره ان في كيس هتحصل في الكومنتس او عندك على السوشيال ميديا محدش هيعرفها، لا ده ما بيحصل. فمهم قوي ان الناس اللي بتتفرج على الكيس ان هي تبقى شايفه انت بتعامل الكيس ازاي. انت محتاج ان انت تخش معاه في الكيس اكتر من كده، توري الناس ان انت مهتم بالكاستمر بتاعك. ده زي ما بيحافظ على سمعه البراند بتاعتك وبيخلي الناس بتبقى عارفاك بشكل كويس، برضه بيبدا يلعب على حته ثانيه وهي البراند لويالتي. عشان اصلا الكاستمر يشتري مني هو في حاجه زي فانل او طريق بيمشي فيه. لازم الاول يكون عارفني، بعد ما يكون عارفني انه يبدا يبقى انترست بيا، بعد الانترست يبدا يهتم اكتر، ياخد اكشنز معايا، يبدا يسال الايتم، وفي الاخر خالص بيشتري. تراديشنال ماركتنج فانل في جزء تاني الفانل دي مهم جدا، وهو انت تبقى دايما توب اوف مايند، او ان انا لما اجي افكر في منتج انت تظهر في دماغي على طول. ليه اخلي الكونسيومر يشتري مني ما يشتريش من حد تاني؟ عشان اشرح دي كويس تعال ندي شويه امثله. اذكى لابتوب في العالم هتقول ايه؟ ابل. احسن ضمان في مصر عشان اشتري ادوات منزليه بالعربي. دي الحاجات كلها الناس جوه كانت شغاله على انه يخلي الايتم بتاعه او المنتج بتاعه توب اوف مايند. لما اجي افكر في الحاجه انا عايز اشتري ثلاجه بالعربي، عايز اشتري تليفون ابل، هو ده معنى ان انت تبقى توب اوف مايند، ان البراند يفضل موجود قدامي، او ان انا بشوف له كونتنت بشكل تواصل، او ان انا بشوفه بشكل دائم على السوشيال ميديا وبانجيج معاه بينجيج معايا حتى لو هو ما اشتراش. ده قدام بيخليه يفكر اوكي انا لو عايز اشتري مش عارف ايه البراند ده انا شفته قبل كده وكان بيتكلم عن الايتم، اوكي هبدا افكر فيه. هي دي الفكره، ان انت تخلي الحاجه اللي انت بتبيعها تفضل توب اوف مايند دايما عند العميل. مهم برضو جدا ان انا لما اجي اشتري حاجه ان انا اتكلم مع اللي بيبيعها او اميك كونفرسيشن اباوت، ان انا لا انا مش عايز مجرد ان انا اخش ازيك عامل ايه هات ده اشتريه خد فلوس امشي. مفيش بيعه في الدنيا بتمشي كده، ده ما بيحصلش. وحتى لو بيحصل فهيحصل في اندستريز معينه وفي حاجات معينه قوي قليله، بس العام لا، ان مفيش حد بيشتري حاجه من غير ما بيتكلم عنها. فكره ان في كونفرسيشن بتحصل عندي في البلاتفورمز بتاعتي او على الاكونت بتاعي على المنتج بتاعي، او الناس بتتكلم والناس بتسال والناس بترد عليها، ده بيساعد بشكل او باخر ان انا اخد القرار ان انا اشتري. فالسوشيال ميديا او البوستس بتاعتي سواء سبونسر او اورجانيك او حتى لو انا جايب انفلونسر، كل ده بيأثر على قرار الشراء بتاعي، لان في الاول وفي الاخر انا داخل اشتري حاجه. ده قرار عمره ما كان سهل، فلا انا مش هشتري كده وخلاص، انا هبدا ايفالويت وهبدا اقيم الحاجه واشوف ده عامل ازاي، ولو انا اشتريت ده واللي اشتراه قبليه قال ايه، ومين اتكلم عليه، ومين مشهور اتكلم عليه، ومين مش مشهور اتكلم عليه. كل ده بيفرق في ان انا اخد القرار بتاعي. ودي من ضمن الحاجات المميزه في السوشيال ميديا، انه مش مجرد ان انا الكونتنت جوه البلاتفورم، لا اغلب البلاتفورمز او الميجا بلاتفورمز دلوقتي بيخليك ان انا لو شغال على الاكونت بتاعك كويس ان هو ياخد رانك كويس على السيرش انجن. يعني لو دخلت سرشت على مثلا على ابل، البلاتفورم بتاعت ابل على تيك توك او على فيسبوك هتظهر لك من اول كام نتيجه. الويب ترافيك، فكره ان انا في ناس من عندي من الفانز بتوعي هيخشوا على الويب سايت بتاعي
لو السوشيال ميديا بتاعتك بتبرفورم كويس على البلاتفورمز او الاكونت او الارقام بتاعتها كويسه، ده بيبدا ياثر بشكل مباشر على الرانك بتاعك على السيرش انجن. مثال اكونت مثلا انا كنت شغال عليه، وكان في حاجه تريكي في الاكونت، ان في ناس كتير مسميه نفسهم نفس اسم البراند. يعني هو مثلا لو اسمه محمد، فانت في 100 اكونت تاني اسمه محمد. فمشكله ان انت كنت بتخش مهما بتعمل سيرش على الفيسبوك او على جوجل او على الانستجرام، هيظهر لك محمدات التانيه، مش هيظهر لك محمد الاصلي نفسه اللي شغال بيبيع المنتج. فكان من ضمن التولز ان احنا نبدا ناخد رانك على الناس دي، او نبدا نطلع فوق في الرانك، ان احنا نشتغل على السوشيال ميديا بتاعتنا، نشتغل على اسم البراند. وفعلا بعد ما فضلنا نشتغل شويه على السوشيال ميديا ونطور الاداء بتاعها، وصلنا في الاخر ان محمد الاصلي اللي احنا كنا شغالين عليه هو كان رانك رقم 1، سواء كفيسبوك وبعد كده كان انستجرام. بس المهم ان انا قدرت عن طريق السوشيال ميديا اخد رانك، او ابدا ابقى موجود في بيج نمبر 1. مش هتدوخ عشان تلاقيه، او مش هتلاقي فيك محمد كتير، هتوصل لمحمد الاصلي نفسه. ده بيحصل ازاي؟ ده بيرجع للبيزكس بتاعت شغل السيل، بس انت محتاج تطبقها على السوشيال ميديا بشكل اساسي. بمعنى انا محتاج ابدا استخدم كلمه محمد بشكل مناسب، فما استخدمهاش كتير قوي في بوست، ما استخدمهاش بشكل قليل قوي. ابدا كرافت محتوى، ابدا اطلع محتوى هو انجيجنج، خلي الناس تتفاعل معاه وتشيره وتتراكت معاه. مش بسبام، مش بحط محمد، مش بقول محمد ذهب مع مش عارف مين وهو ومحمد، وحط محمد تاني تحط 17 محمد في الجمله. لا، كفايه ان انا ابدا استخدم الكلمه بشكل مناسب، جمله او في بوستس او في كونتنت، عشان تبدا تترانك بيها على السيرش انجن. ده مره بعد مره بعد مره على فتره طويله او على مدار طويل الرانك بتاعك يتحسن. حاجه تانية برضو السوشيال ميديا بتفيدنا فيه، بتفهم الكونسيومر بتاعك، بتفهم الشخص اللي داخل يشتري مني او الشخص اللي داخل يتعامل معايا هو عايز يعمل ايه. مش مجرد ست عايزه تشتري جزمه، لا، هو الموضوع ديب عن كده. حتى لو هي مش عارفه الموضوع اعمق من هو مجرد، او حتى لو هي فاهمه ان هو بس جزمه عجباني هشتريها، انت كماركتير او حد شغال على بيزنس او حد عنده بيزنس، هو محتاج يفهم ان لا، قرار الجزمه ده ليه عوامل كتير. تبين رجلها شكلها كويس، عايزه تبين ان هي شخص اليجنت او بتجيب جزمه من براند، عايزه تاخد بيها، يمكن عايزه تطول نفسها شويه فهتجيب هيلز. فكل ده تقدر تعرفه عن طريق السوشيال ميديا او عن طريق وجودك على السوشيال ميديا. بمجرد كونتنت بسيط او كامبينز صغيره تطلع بيها تكومينيكيت مع الناس انت بتبيع ايه وهم عايزين ايه، هتبدا تفهم منهم ده. انت مجرد بوستس او كامبين بتتكلم تجيب الشوز الفلانيه ليه، او ليه تجيب الشوز دي مش الشوز دي، ده لوحده يطلع لك انسايتس، وتبدا تفهم منه الناس بتفكر ازاي، او قرر ان هي الكاستمر بتاعي انا هيشتري الجزمه دي. حاجه تانية وهي ازاي اخلي الناس هم اللي يعلنوا عن المنتج بتاعي، هو اللي يتكلم عن المنتج بتاعي مش انا اللي اتكلم عليه. ده كنوع من انواع الماركتنج هو مهم جدا. لو انا مثلا بعمل اعلان على التلفزيون، فمفيش حد هيقدر يعمل لي اعلان من وهو شايف اعلان على التلفزيون، بس لو شاف اد على الفيسبوك او بوست على الفيسبوك او على الانستجرام هيقدر يعمل له شير، هيقدر هو ياخد البوست ده ويبدا هو يتكلم عليه. ده مش موجود غير على السوشيال ميديا. كذلك برضو ان انا افتح السبيس بتاعتي، ان الناس اللي شغاله معايا نفسهم يبداوا يتكلموا عن البيزنس بتاعي، مش مجرد ان انا عايز الكونسيومر بس، لا، انت محتاج التيم بتاعك نفسه يتكلم عليه. عشان كده انا مثلا اي اكونت باجي اشتغل عليه، رقم واحد لازم نخلي الناس تشوف التيم اللي ورا البراند، لازم يشوف ان لا، ده في ناس زي شكلهم عاديين، في محمد وفي احمد وفي علي، ناس طبيعيه عادي جدا بتشتغل على البراند ده. على قد ما بيشتغل على البوند اللي بيني وبينه، على قد ما بيفيد الناس بتعرف ان انت حقيقي مش فيك. اخر حاجه وهي اللي علشانها اصلا في فيسبوك وانستجرام وفيسبوك جروب وفيسبوك بيج وفيسبوك اكونت، ان يبقى انت عندك كوميونتي او في ناس هي منتميه قوي للبراند بتاعك، لدرجه ان هو بيبدا يقول لك رايه، بيبدا يتكلم معاك، مش داخل يعمل كونفرزيشن عاديه، لا، ده بيتكلم معاك، مش بيع وشراء. فكره ان يبقى في انجيجمنت كاستمر تو كاستمر اللي مثلا بتبقى موجوده على الفيسبوك جروب، ان بتلاقي ناس بتخش تتكلم عن المنتج وتقول ايه، والله يا جماعه انا جربت المنتج ده وكان عظيم. ده مش موجود غير في الكوميونيتيز. دلوقتي جينا لحته التمبلت برزنتيشن، دي هتلاقيها موجوده في اللينك تحت. بس مهم يعني ان تقدر تاخد البرزنتيشن دي تعمل لها كوبي، تبدا من عليها تغير الداتا وتحط الداتا بتاعتك انت وتبدا تستخدمها. الحاجات دي او الصور دي انا بحسها ان هي حاجات مهمه قوي معلقه معايا من كورسز، او انا شايف ان هي مهمه ان احنا نبقى عارفين. زي ايه؟ زي السؤال ده اللي بيقول لك ايه هي السوشيال ميديا استراتيجي. فالسوشيال ميديا استراتيجي هي الاربع نقط دول. اولا انك انت تبقى فاهم اللي هم عايزين يعملوا، تبقى فاهم الجولز بتاعت البراند بتاعك، وتقدر تبني خطه توصل بيها للكلام ده. يعني مثلا براند اكس عنده جول ان هو يوصل للكاستمر ده، او ان هو يبيع الشوز دي لواحده اسمها ألفة. ازاي هتوصل الشوز بتاعته الألفة وتخليها تقتنع وتشتريها ما بين دي ودي؟ اللي انت هتعمله كله دي تقدر تقول ان هي السوشيال ميديا بلان او الاستراتيجي بتاع السوشيال ميديا. مقدمه الاول قبل ما نخش في السوشيال ميديا استراتيجي، خلينا نعدي عليها كده بسرعه. اول نقطه، ده البراند اكس عنده جول اللي هو ما بين اكس وما بين واي، كل ده هو ده الاستراتيجي. من ضمن مهام الاستراتيجي انك
تبقى فاهم انا رايح اقول ايه للتارجت اودينس بتاعي. انا هروح اقول لهم ان الشوز دي احسن شوز في الدنيا، ولا اروح اقول لهم الشوز دي مريحه قوي، او هروح اقول لهم الشوز دي عمليه قوي. مهم قوي ان انا اختار المسج بتاعتي وابقى فاهم بقولها لمين وازاي. ده جزء من الاستراتيجي، والطريقه اللي هتوصل بيها المسج دي هي دي نفسها كور الاستراتيجي. طيب انا دلوقتي بقول مسج، او انا بقول للكاستمر اشتري الشوز دي عشان هي مريحه. هل اصلا الكاستمر اللي انا رايح له ده هو عايز يعرف ان الشوز دي مريحه؟ مهم قوي ان انا ابقى فاهم انا رايح اقول ايه لمين. مش هينفع مثلا اروح له حد اغلب الشوز اللي بيستخدمها سواري، او شخص مثلا بيلبس هاي هيلز، اروح اقول له البس كوتش براكتيكال او سنيكرز عشان هي مريحه جدا. مش هيشتري مني، مش هيسمعني. هو شخص بيدور على ان هو عايز يبان اليجنت على طول. السنيكرز بالنسبه له عمرها ما هتبقى عمليه. فاجين فكره ان انا اكومينيكيت المسج الصح للشخص المناسب للمسج دي. حاجه ثانيه برضه، انا هروح انهي بلاتفورم. انا عندي مثلا الناس اللي انا ببيع لهم السنيكرز، الناس اللي بتستخدم السنيكرز دول انا الاقيهم فين؟ هل الاقيهم موجودين على التيك توك؟ هل موجودين على انستجرام؟ هل على فيسبوك؟ هل اخش لهم من تويتر؟ الناس فين؟ وهروح اقول لهم ايه وبشكل عامل ازاي. يعني مثلا مش هينفع اخد ريل او كونتنت انا عامله للتيك توك بمقاس التيك توك وبالفورمات بتاعت التيك توك وهروح احطها على تويتر. عمرها ما هتعمل حاجه، عمرها ما هيبقى ارقامها كويسه. لا، انت محتاج كونتنت تيك توك لتيك توك نفسه. انا بكستمايز المسج بتاعتي على الفورمات بتاعت الشانل. فمهم قوي ان انا ابقى فاهم الكاستمر بتاعي فين وهقول له ايه، وهل اللي انا بقوله ده بقوله بشكل مناسب للبلاتفورم دي. حاجه ثانيه، السوشيال ميديا بتتيح لي ايه، او ايه اللي اقدر استفيده من خلال الاستراتيجي اللي انا هعملها. اول حاجه ان الناس تلاقيني. يعني هل ينفع لما تخش تدور على توشيبا على فيسبوك ما تلاقيهاش؟ هل لو انا شفت مثلا حد مثلا جه قال لي والله انا جبت تي شيرت حلو قوي من امريكان ايجل امبارح، لو انا دخلت ادور عليه وما لقيتهوش، امريكان ايجل نفسها ضيعت على نفسها كاستمر كان ممكن يشتري تي شيرت من عندها. كان ممكن هو بيشتري تي شيرت اب سيل عليه ويشتري بنطلون، ممكن يضيع سيله كويسه لسبب ان هو ما كانش موجود على السوشيال ميديا. فان انت تتلاقى على السوشيال ميديا او الناس تلاقيك على السوشيال ميديا دي حاجه مهمه قوي ولازم تبقى مركز عليها. حاجه ثانيه وهي ان انا ابني البراند بتاعي، ابني وجوده وشكله وبتعامل معاه ازاي وبيرياكت مع الناس ازاي وازاي الناس بترياكت معاه. ده مهم قوي ان انا اعمله، وصعب انك تعمله بسرعه بشكل مناسب. ابسط قوي انك تعمله الايام دي او في الفتره اللي احنا فيها خلال السوشيال ميديا. مش بنقول ان هي دي الطريقه الوحيده ان انا اقدر ابني بيها البراند بتاعي، بس دي الطريقه الاضمن، دي الطريقه الاسرع، دي الطريقه الاسهل للناس. وحاجه ثانيه وهي ان انا اقدر ازود مبيعاتي، ان انا اخلي السيلز بتاعتي بدل ما ابيع 70 ايتم النهارده لا انا هخليه 100 ايتم في اليوم. حاجه ثانيه وهي ان انا اشير نوليدج، انك تشير معلومه انت عارفها او تقولها للناس. ده مهم قوي انك تعمله على السوشيال ميديا. لو انا كبراند ببيع شوز، مهم قوي ان انا ابدا اتكلم مع الناس عن فوائد السنيكرز، ودي حاجه مهمه قوي ان انا اعرفك معلومه هي مش بيزك في المنتج بتاعي بس هي حوالين المنتج. يعني مثلا مش شرط لو انا ببيع سنيكرز وانا قررت ان السنيكرز دي للناس العمليه يبقى انا التارجت اودينس بتوعي الناس العمليه او الستات العمليه. محتاج ان انا اشير نوليدج او حاجات تفيدهم هم بقى كاشخاص عمليين، فاديهم الانفو او المعلومه اللي تناسب الشخص العملي. انك تستقبل برضو الفيدباك او ان انت تستقبل اراء الناس في المنتج بتاعك، ده حاجه مهمه قوي تكون حاططها في اعتبارك وانت شغال على الاستراتيجي، وحاجه مش هتلاقيها غير على السوشيال وورد اوف ماوث. ان انا اخلي الناس تتكلم عن المنتج بتاعي. من كام سنه اما حد اتكلم عن مين اللي اتكلم اسمه الراجل كتب الكتاب اسمه جونا بيرج، لما الراجل ده جه يتكلم على الورد اوف ماوث وقال لك ان الرقم اللي موجود على السوشيال ميديا ايه في وورد اوف ماوث تتكريت على السوشيال ميديا، لا ان هو حوالي 21%. الرقم على قد ما هو يبدو صغير رقم مؤثر. انت في براندات ممكن تنهار بسبب وورد اوف ماوث، وفي براندات ثانيه بتقوم بسبب الوورد اوف ماوث. لان هو بمنتهى البساطه لو انا جيت سالتك قلت لك انا عايز اشتري تي شيرت، اشتري تي شيرت منين؟ انا كشخص جربت التي شيرت بتاع امريكان ايجل فهقول لك لا اشتري من امريكان ايجل، التي شيرت بالنسبه لي كان مناسب، كان عملي، قطن ومريح، هقول لك اشتري التي شيرت بتاع امريكان ايجل. ده اسمه وورد اوف ماوث. السوشيال ميديا او الديجيتال وورلد بشكل عام يقدر يساهم في ده، يقدر يخليك تستفيد بده. حاجه ثانيه مهم تحطها وانت بتكرافت الاستراتيجي بتاعتك، وهي ان انا عايز اخش جوه دماغ الناس بتوعي، عايز اخش جوه دماغ الكاستمر، عايز اعرف هو بيفكر ازاي وشايف ده ازاي. لو انا حطيت له المنتج على باك جراوند بيضاء هيشتري ولا؟ طب لو حطيت المنتج بتاعي على ديزاين هيشتري؟ الحاجات دي كلها على قد ما هي ديتيلز واي بي تيست بس بتفرق، بتخليني افهم الشخص ده بيتعامل ازاي. لو انا حطيت له كونتنت زي كونتنت بيس كيك هيعمل ايه؟ طب لو حطيت له محتوى شبه محتوى الدحيح هيرياكت معاه ازاي؟ ايه اللي لما اوصل له في الاستراتيجي بتاعتي اقول خلاص انا كده الاستراتيجي بتاعتي دي كويسه، اقدر احكم عليها بان هي نجحت. لما الاقي ان انا باللي انا بعمله او بالاكتيفيتيز اللي انا بعملها او بالتاكتكس اللي انا بعملها في وين وين ريليشن شيب، محتاج وانا بعمل الكونتنت ده انا بستفيد منه وانت بتستفيد منه. لو انت بتنجيج معايا فانت بتنجيج معايا وبتجيت انترتين، انت بتتسلى. حاجه ثانيه ان انا اكون دايما واثق ان انا شخص اكتف على السوشيال، مش مثلا ببقى موجود يوم واسبوع، لا انا موجود بشكل مستمر، موجود بشكل اكتف وان انا ارد على الناس. حاجه ثانيه ان انا برضو لما الاقي
بيهيفير او تصرف معين من الناس وهو ده اللي انا عايزه وهو ده اللي انا بدور عليه وهو ده اللي هيفيد الاوبجيكتيف بتاعي، اشجعه. مثلا لقيت حد بيريفيو برودكت بتاعي اتكلم بيقول والله يا جماعه انا جبت الشوز دي من البراند بتاع محمد وعجبني جدا، محتاج ان انا لا انا ممكن اديك جيفت، لازم اديله بشكل او باخر ريورد، لازم اشجع البيهيفير اللي انا عايزه. لو في شخص بيعمل بيهيفير منافي للي انا عايزه هبدا ادخله في بروسيس معينه عشان اقلل من ده. ايه الحاجات اللي محتاجه تكون موجود في السوشيال ميديا استراتيجي بتاعك؟ مبدئيا محتاج يكون معرف بشكل واضح مين هم التارجت اودينس بتوعك، انت داخل تكلمني، محتاج تكون معرف انا داخل انهي بلاتفورم، داخل اعمل ايه في البلاتفورم، ولما هخش هقول لهم ايه. ومحتاج برضو اكون واثق ان انا لما هخش البلاتفورم دي هقدم محتوى بالشكل المناسب للتارجت اودينس ومناسب للبراند. اخش على تيك توك اقدم كونتنت في فورمات يوتيوب، ده مش هينفع، الناس مش هتقبله على تيك توك. ايفن لو هو نفس الكاستمر او نفس الكونسيومر بيشوف لي الكونتنت على اليوتيوب، لما هيخش على تيك توك هو شخص تاني، هو داخل بمايند سيت مختلف خالص. فمحتاج ابقى فاهم انا بعمل كونتنت تيك توك وانا قادر اعمل كونتنت تيك توك لازم يبقى مناسب للبراند بتاعي ولازم يبقى مناسب للتارجت اودينس، بس في نفس الوقت ابقى ماسك العصايه من النص. هنتكلم عن حاجه ثانيه وهي الاستراتيجيك بلاننج بروسيس. مبدئيا تعالى نتكلم عن اول حاجه هي البيزنس اوبجيكتيف بتاعي، ببدا احوله لحاجه اسمها ماركتنج اوبجيكتيف. البيزنس عايز يبيع 300 ايتم وهو بيبيع 20، لازم اوصل لطريقه بيها اقول له احنا هنعمل 1 2 3 هنبيع في الاخر 300 منتج في اليوم. وانا بعمل ده محتاج اطلع الكي بي ايز بتاعتي. جزء تاني بقى البيزنس بتاعي دلوقتي بيعمل ايه او هو فين، والناس التانيه منافسين ليا بيعملوا ايه، المنافسين ليا بشكل مباشر وغير مباشر. حاجه تانيه انا ببنش مارك على مين، انا عايز اوصل لمين، هل انا النهارده مايكروسوفت وعايز ابقى ابل، هل انا مثلا النهارده بيج على الفيسبوك وعايز تبقى جوميا، انت فين وعايز تروح فين. وانا بقى ببص على ده محتاج افهم هل انا اقدر اعمل ويب سايت زي بتاع جوميا النهارده وانا لسه عندي بيج على الفيسبوك، محتاج ابقى فاهم انا فين وعايز اروح فين. وانا شغال في البروسيس دي خلي برضو دايما قدامك الناس اللي معايا التيم بتاعي هو يقدر يوصلني لحد فين. هل انا عايز اوصل لجوميا وانا ما عنديش حد اصلا بيشتغل على الويب سايت، هل انا عايز اعمل محتوى وانا ما عنديش كونتنت كريتور او ما عنديش سوشيال ميديا تيم، محتاج افهم انا عندي مين، انا معايا مين وعايز اروح فين.